خلال شوط المباراة لمواصلة مشوار دائما وابدا حاضرا بالمجد والتاريخ لمصلحة النادي الاهلي. اول الاهداف اذا ياتي اهلاويا عن طريق اللاعب وسام ابو علي الذي يتقدم بنتيجة هذه المواجهة لمصلحة النادي الاهلي. في الجانب المقابل بالتالي ياتي قرار حكم المباراة خليل أوموت ميلر في الكرة الماضية يعلن عن وجود ركلة جزاء لمصلحة النادي الاهلي بانتظار تأكيد تقنية الفيديو. طوال 90 دقيقة لم يعد الحكم في اي قرار من قراراته الى تقنية الفيديو. الان في الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني خليل أوموت ميلر خليل هو من يدير هذا اللقاء، وخليل هو من يعلق هذا اللقاء، وخليل ان شاء الله ثالث للنادي الاهلي. ثلاثية نظيفة في مواجهة نادي العين، وانتصار كبير للنادي الاهلي في هذا اللقاء.